سلام مشاهدينا الكرام في فيديو جديد على قناتي قناة شيف مجدولين. اليوم كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو غادي نوجدوا كيك بطبقتين من الكريمه اللي تيجي زوين، تيجي هائل، ناجح من اول مره. فبقوا معايا باش نتعرفوا على المكونات ديالنا واللي غادي نحتاجوا فيهم. 4 ديال البيضات، كاس مع مرش ديال السكر سنيده. غادا نطلع البيض ديالي مزيان على هذا الشكل حتى نحس بسكر سنيده دابت. عاد غادا نزيد باقي المكونات. فهنا من بعد ما طلعت البيض ديالي غادا نزيد باقي المكونات واللي غادي نحتاج فيها: كاس العنبه ديال زيت نباتيه، كاس العنبه ديال الحليب، ياغورت بنكهه ديال لافاني، قشور ليمونه. فمشاهدينا الكرام هاد لو كيك تيجي زوين وناجح من اول مره، فكنصحكم على انكم تجربوه وتجاوبوني في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فنخلط المكونات ديالي بالفوي، وغادا نزيد في الاول 200 غرام ديال الدقيق. نخلط المكونات، فنزيد الدقيق او ميم طون تنخلط، ما نهداش من من التخلط ديال المكونات ديالي. وهنا غادا نزيد 3 لي ساشي ديال خميره الحلويات. فكيف ما قلت لكم هاد لو كيك تيجي زوين ومنعش من اول مره وناجح من اول مره، فكنصحكم على انكم تجربوه وتجاوبوني مشاهدينا الكرام. وزدت 75 غرام ديال الدقيق، ما غاداش نديرها كامله، فإن فوا يبان ليا الخليط ديالي بدا تيعقد واحد شويه صافي نحبس. فبالنسبه للخليط ما خاصوش يجي ثقيل بزاف وما خاصوش يجيني خفيف بزاف. صافي مشاهدينا الكرام، ف75 غرام الثانيه ما درتهاش كامله. صافي بالنسبه للخليط فخاصو يبقى خفيف واحد شويه. وفي هذا الوقت مشاهدينا الكرام غادا نجيب المول ديالي اللي غادا ندهنو بشويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق. غادا نوضع الخليط ديالي، وفي هذا الوقت غادا نكون سخنت الفرن ديالي مزيان. عاد غادا ندخل الكيك ديالي يطيب على عافيه مهيله بزاف، ما نغفلوش عليه. وملي غادي يطيب لينا الكيك عاد غادا نمشي باش نحضر الكريمه ديالي كطبقه اولى، واللي غادي نحتاج فيها 3 الكؤوس ديال حليب، العبار ديما بكاس ديال العنبه، 3 المعالق ديال نشا او مايزينا، معالق كبار، لافاني ساشي، ملعقه كبيره مع مراش ديال سكر سنيده. صافي مشاهدينا الكرام غادا نخلط المكونات ديالي على البارد باش ما تكورش ليا النشا ديالي. عاد غادا نديرها فوق النار على عافيه مهيله. ملي غادا توجد لينا غادا نضيف عليها ياغورت طبيعي كيف ما تشاهدوا معايا. ممكن انكم تضيفوا الفرماج الا بغيتو، فانا هنا ما استعملتوش، فاستعملت غير ياغورت طبيعي. صافي نخلط المكونات ديالي كاملين، وهنا غادا نستعملهم كطبقه اولى. فبالنسبه هاد لو كيك فتيجي زوين بزاف، تيتكال بارد، تيجي منعش بنكهه ديال الليمون، فتيجي رائع جدا. كنصحكم على انكم تجربوه وتجاوبوني مشاهدينا الكرام في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فانا غادا نبسط الكريمه ديالي على هذا الشكل. فبالنسبه للطبقه الاولى هادو هما المكونات ديال الكريمه ديالي، فنبسطها مزيان على هذا الشكل. ونمشي مشاهدينا الكرام
باش نوجد الطبقة الثانية واللي غادي نحتاج فيها 2 الكؤوس ديال عصير الليمون، ساشي ديال فلون، ملعقة مع مرش ديال سكر سنيدة، ملعقة مع مرش ديال نشا أو مايزينا. غدا نخلط المكونات ديالي كيف ديما على البارد، غدا نوضعهم فوق النار على عافية مهيلة. ملي غدا توجد لينا الكريمة ديالنا غدا نديرها فوق الوجه ديال الكيك ديالي أو كطبقة تانية، وتيكون هذه هي الكريمة اللي استعملنا لو كيك ديالنا بعصير ديال الليمون. فبالنسبة للتزيين مشاهدينا الكرام ممكن أنكم تزينوا باش ما بغيتو، فأنا هنا زينت بشرائح ديال الليمون. فبالنسبة للتزيين فهو اختياري. فبالنسبة لهاد لو كيك فتيجي منعش رائع ناجح من أول مرة، فما عليكم إلا تتبعوا معايا لا فيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المكونات كاملين وطريقة التحضير. صافي نخليوها في الثلاجة تبرد واحد شوية عاد ممكن أننا نقطعوها. صافي مشاهدينا الكرام، هنا من بعد ما بردات لينا الكيك ديالنا بطبقتين من الكريمه فتيجي على هذا الشكل، هذا تيجي منعش لذيذ تيتكال بارد. كنصحكم على انكم تجربوه في العيد وتجاوبوني مشاهدينا الكرام في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فهنا غادا نقطع الكيك ديالي باش نشوف الطبقات ديالي واش باينين، و تيكون مشاهدينا الكرام هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. تيجي رائع منعش لذيذ ناجح من اول مره. فما عليكم الا تجربوه وتجاوبوني مشاهدينا الكرام في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فموعدنا يتجدد في وصفه جديده وفيديو جديد على قناتي قناه شيف مجدولين. الى اللقاء.